هل تتصوروا أنه وبعد مرور أكثر من 24 ساعة على الغارة الإسرائيلية بالأمس على صنعاء 10 سبتمبر 2025 لا يزال كثير من الناس تحت الأنقاض حتى هذه اللحظة، رجال ونساء وأطفال. لم يستطع الناس انتشالهم، يحاولوا يطلعوهم بالكريكات وبالعربيات وبالأيادي البسيطة. جماعة الحوثي لا تمتلك أبسط معدات الإنقاذ، ما عاد بقول لكم شيء ملاجئ وصفارات انذار ودفاعات جوية وهذه القصص الموجودة في إسرائيل. يا جماعة الخير والله ما عاد بندري إيش نتكلم وإيش نقول. وأمس بياخذوا صور الضحايا ويلفوا بها في مواقع التواصل جرائم إسرائيل. طيب طالما أنت عارف أن ما عندك قدرة على مواجهة إسرائيل، طالما أنت عارف أنك بترجع تبكي وتستخدم صور الضحايا والأشلاء وأجساد الأطفال في دعاية لاستعطاف العالم، ليش تعشرنا في هذا الحرب؟ ليش تدخلنا في حرب من تشكف لأبسط مقوماتها؟ إسرائيل يا عبد الملك عندما بتحارب معها ملاجئ لشعبها، معها صفارات إنذار، معها أقمار صناعية، معها منظومة دفاع جوي هائلة إلى أبعد حد، معها كذلك قوانين بتلزم الدولة بتعويض الناس. عندما يقتل مواطن بيتم تعويضه، عندما يهدم بيته شركات التأمين تقوم بتعويضه، عندما ينقطع عمله بسبب أنه قصف مبنى معين زي مثلا تعطل مينائيلات بيصرفون مرتبات الموظفين وتعويضاتهم. يعني دولة فعلا. أنت إيش بتعمل؟ يعني الضحايا مثلا حق أمس إيش عملت لهم؟ الضحايا حق الحديدة، حق محطات الكهرباء، حق مصانع الإسمنت، حق إيش عملت لهم للناس؟ إيش عملت لأسرهم؟ الأسر اللي ماتوا أحبائهم والمعيلين حقهم، اديت لهم مرتبات؟ صرفت لهم شيء؟ أنت عارف منهم؟ أنت متابع حالاتهم؟ لا، ما فيش حاجة. عليك بس ترفع الشعارات، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، وتصير تحارب العالم. لكن بالنسبة للضحايا ولا تقدم لهم أي شيء، وتشت تقارن نفسك بإسرائيل. إسرائيل في تعاملها مع شعبها أشرف منك 1000 مرة. وإذا حد عمل مقارنة، لا يوجد أي مقارنة. أنت ما بتديش حتى المرتبات حق الناس، وبتقول ما بيش ميزانية وما بيش زلط، وبتخلهم يشتغلوا غصبا عنهم سخرة، يزيدوا حق المواصلات من جيوبهم ليجي يتمسكوا بالأرقام الوظيفية على أمل أن الجمهورية ترجع من 10 سنين وهم بيصيروا يداوموا. بس تشتد المرتبات وبتقول ما بيش زلط، لكن للحروب والمشاكل والنثرات جاهز لكل شيء. أنا ما عارف هذا الأدمي أين بيوصلنا وإيش الهدف. يعني 2 لا توقفت إسرائيل عن قتل غزة ولا حد حتى من قدرات إسرائيل في الهجوم على غزة. الدمار والحرب والسحق لغزة مستمر إلى اليوم، وعادوا هدموا أبراج سكنية قبل 3 أيام بالطائرات الإسرائيلية، نطحوهم للقاع. طيب إيش استفادوا سكان غزة؟ يعني هل تعتقد أن سكان غزة اللي بيبكوا واللي مقهورين واللي حالتهم حالة فارحين بمشاهد اليمنيين أمس وهم بيبكوا وأشلاء وأجساد الأطفال والرجال والنساء ممزقة؟ هل تتصور أن مشهد الشاب اليمني اللي ظهر أمس وهو بيبكي وبيصيح وبيحاول ينبش بيده يحفر يشوف من يعد عايش أو من قد قتل من أقاربه، هل تتصور أن الفلسطينيين مرتاحين بهذه المشاهد؟ والله حتى الفلسطينيين ما مش مرتاحين، لأنهم ما بيش ضحية بيدور أن الناس كلهم يقعوا ضحايا. يعني إيش قدمتها لغزة من فائدة؟ فقط نقلتها غزة إلى صنعاء، ونقلت البكاء والعويل من غزة إلى صنعاء وإلى الحديدة وإلى مختلف المناطق والمدن اليمنية. ما هي الفائدة؟ ما نعرف. طبعا في حقهم الإعلام يقولوا عطلنا الملاحة في مطار كذا، عملنا حفرة في مطار بن غوريون، كسرنا الزجاج في مطار إيلات. طيب ما هو الثمن؟ إيش الفائدة يعني؟ هل توقفت إسرائيل عن عدوانها على غزة؟ لا يوجد. هل خسرت إسرائيل وتألمت حقيقة؟ لا يوجد. حتى بعض الخسائر المالية بسبب تعطيل مينائيلات بتجي لهم من الدول الغربية تعويضات بمئات المليارات من الدولارات، سواء أسلحة أو مستخدمين أنه العرب والمسلمين ضدنا وجماعة الحوثي وإيران وحزب الله، وإحنا في الوسط حانبين مجموعة، يعني دولة صغيرة بيستعطفوا العالم بهذا الشيء وبيشلوا تعويضات أكبر. يعني عمليا أنت لم تفيد إسرائيل بأي شيء، لم تفيد قصدي غزة، فقط استفادت إسرائيل من وراء حقك البلاوي هذه اللي بتعملها. الأمر الآخر
بتمنعوا الناس من تنزيل الصور حق الدمار بحجة انه الامن. ايش من امن؟ هم بيجوا يقصفوك معهم معلومات ان في قيادي حوثي جزاء ولا فيه شيء، ولا المهم بيجوا يقصفوك بناء على معطيات. يعني الصور اللي بيصوروا بعد القصف ولا ايش بيعمل لهم لما تضيق على الناس في هذا الشيء؟ انتوا عارف ليش بيمنع الحوثي التصوير بعد القصف الاسرائيلي؟ لا يريد ان يظهر اليمنيين وهم بيبكوا، لا يريد ان يظهر اليمنيين وهم ساخطين بسبب ما بيدفعوا من ثمن بدون فائده، لا يريد ان يظهر احد من الضحايا وهو بيصيح بسبب الحوثي وبسبب انه جر الحرب والدمار الى داخل اليمن، وبالذات ان احنا بعيدين عن القضيه الفلسطينيه، مش بعيدين بقلوبنا وتعاطفنا، بعيدين جغرافيا، ما احناش دوله مواجهه مع اسرائيل، يعني ما فيش بيننا وبين اسرائيل شيء. حتى اسرائيل الكبرى والخريطه حقها اللي بيسربوها اليمن بعيده عنها، يعني احنا بعيد من كل شيء، وبامكاننا نتضامن مع غزه بشتى الوسائل، نرسل سلاح، نرسل حتى رجال اذا في جبهه فتحت، نرسل ايش ما كان، لكن ليس بالضروره ان نحول صنعاء الى غزه، ليس بالضروره ان ندمر مقدرات اليمنيين، ليس بالضروره ان نكسر المواطن اليمني في الداخل. ايش الفائده؟ اذا كان حزب الله اللي معه جبهه مع اسرائيل مفتوحه ومعه يعني مناطق لا تزال محتله، اضطر يوقف. نعيم قاسم طلع ودور المخرج، ايران كذلك دورت المخرج. طيب انت يا اخي ما بتستحي شيء؟ ما بش عندك حياه؟ ما بش عندك ضمير؟ حزب الله شاف انه اللبنانيين دفعوا ثمن وقاعده الشعبيه تألمت من القصف ومن الغارات ومن الدمار، وقف، لانه فكر بالعقل. يعني نعيم قاسم انه ايش الفائده؟ ما استطعتش اوقف العدوان على غزه، ليش عاد بحول بيروت والجنوب في لبنان الى غزه اخرى والناس يبكوا ونكسر الشعوب العربيه كلها؟ ليش؟ كذلك ايران اضطرت تعمل تسويه ووقفوا الحرب. طيب انت ما بتحترم الدماء، ما بتحترم الالام، البكاء. يا اخي سنتين يعني من 7 اكتوبر سنتين، لا يمكن شهر، وانت بتقول مناصره غزه. ايش عملت لغزه؟ غزه بتسحق الى اليوم منذ سنتين، انت بتفرح الان انه تنتقل غزه الى صنعاء، وبعدين ما تشتوش يعني تظهر صوره انه حد بيبكي لاجل لا احد يقول شوفوا الحوثي كيف ورطنا. بتصيروا تدوروا بعد كل قصف تعملوا طوق امني وتشوفوا اي واحد من اقارب الضحايا ولا حتى من اقاربهم من بعيد ولا حتى عاقل الحاره لاجل تخلوه يقول دماءنا فداء لغزه، وكأن اليمنيين هؤلاء بلا قلوب، بلا عقول، بلا احترام حتى لدمائهم ودماء اهاليهم. يعني الحوثي طبعا بيحاصر هذه الصور وبيحاصر هذه المشاهد لاجل هذا الكلام، لاجل لا يظهر ان في الناس بيبكوا، وهذا مشاعر طبيعيه، بيبكوا وزعلانين، ماشي يظهر هكذا، يشتي يظهر وكأن اليمنيين على اساس بلا مشاعر، مع انه في كل دول العالم عندما يحصل ضحايا بيصوروهم عادي في اهم الدول واقوى الدول، لكن هو خلى الدم اليمني ارخص شيء امام العالم، للدرجه انه تلاحظوا انه ما حد بيندد. تخيلوا الناس اللي حتى بينددوا القصف اسرائيل في غزه ما بينددوش على اليمن، اليمن هذا ارخص دم في العالم، ما حد بيندد لسبب بسيط، لانهم بيقولوا ايش دخل ابوك؟ لا معك حدود مع فلسطين، ولا معك حرب مع اسرائيل، ولا بينكم شيء، ولا معك دفاع جوي تدافع عن نفسك، يعني دخلت نفسك في متاهه ودخلت الشعب في متاهه من دون فائده. ما فيش اي فائده ترجى من هذه المعركه الا زياده الام واوجاع ومعاناه اليمنيين. والله ما عاد حد يدري يا جماعه ايش يقول، يعني والله بنتذكر المشاهد حق امس حق الشاب اليمني هذاك والضحايا، وكمان الصحفيين اللي قتلوا في صحيفه 26 سبتمبر. يعني قد انتم دارين انهم بيدوروكم وبيدوروا القاده حقكم، هؤلاء بيتنبعوا في القنوات ولا اسمائهم معروفه، تصيروا تعملوا اجتماعات بالناس ليش؟ قد الصحفيين مساكين بيشتغلوا معكم غصبا عنهم بسبب الفقر والجوع، خلوهم يغردوا ويطبلوا لكم من داخل البيوت. لا عاد ضروري يفعل لهم اجتماع مع يحيى سريع ومع فلان ومع علان ولا قيادي حوثي اخر ليجوا يفضحوهم ويقتلوهم، وبعدها يرفع شهداء الصحافه، شهداء الاعلام، شهداء الطفوله. ليش هذا كله؟ يعني اليمنيين ناقصين حروب وصراعات وفتن، وعاد خلصت مع التحالف مع الاطراف اليمنيه، وتصير تفتح لنا جبهه مع العالم كله،
وتقول ضربنا أمريكا، فجعنا أمريكا، جعلنا بوارجها تهرب وتفر، جعلنا معتقد أنك بطل. الناس كلهم يهربون من المجنون. أي حد مجنون يهربون مع واحد بيت حالي ولا سيارة حالية، ما تجي يشغل لك مجنون في الشارع، لا يرجم له السيارة، لا يأذيه، لا يفعل له شيء، مش لأنه قوي، مش لأنه يعني لا يستطيع التخلص منه. لو تشتي أمريكا تتخلص، لا تخلي اليمن صف واحد، هتمسحها من على الخارطة تماما. أنت عارف، يمكن مدري أنت فاهم إيش معنى أسلحة نووية أو ماشي، لكن بيقول لك واحد معتوه بيراجم بيتجنبه. والله يا جماعة أنه باطل وقهر، يعني أن ما سرنا وقلنا أنا نفتهن، ترجع تلاحقنا المصايب حتى وقد احنا في الغربة. لا حول ولا قوة إلا بالله. تحياتي.